هنعمل النهاردة ملك العزومات الممبار. هنعمله بخلطة حلوة جدا، وبنفس الخلطة اللي احنا هنعمله بيها نقدر نعمل اي نوع من المحاشي. يلا نصلي على الحبيب المصطفى وندخل نشوف الفيديو بتاعنا هيتعمل ازاي. هبدأ أول حاجة في التسبيكة بتاعة الخلطة. حطيت حلة تسخن على النار، هحط فيها ربع كوباية من الزيت وهنزل بقطعة من اللية دي طبعا اختياري، ولكن هي بتدي طعم حلو قوي للخلطة بتاعة المحاشي عموما يعني. بعد ما اللي ساحت كده مع الزيت، معايا هنا البصل اللي انا هستخدمه، هاخد ربع الكمية بتاعته بس، هحطها مع التسبيكة وهشوحه كويس قوي لحد ما يبدأ ياخد اللون الذهبي الخفيف دوت. تمام. وبعدين معايا فلفل رومي على فلفل حامي مفرومين، هاخد برضو نص الكمية بتاعته وهنزل بيها في الحلة واشوحه مع البصل، وهنزل عليهم بمعلقة من التوم الصغيرة وهشوحهم، وهنزل عليها بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم المعلبة. بعد ما اشوح الخلطة دي كلها مع بعض، هنزل عليهم بالطماطم المعصورة. هنزل بكل الكمية، هخلي بس كوباية واحدة منها، وبعدين هقلبها تقليبة واغطيها واسيبها على نار متوسطة تتسبك خالص. هتبقى معايا بالشكل ده. هنا كانت اتسبكت وطفيت عليها. هبدأ بقى في الخلطة بتاعة المحشي اللي على البارد. معايا هنا الخضرة بتاعتي، شبت، كزبرة، بقدونس، غسلهم كويس جدا ومخرطاهم. هحط باقي كمية البصل اللي انا سبتها على جنب، وباقي كمية الفلفل، وبعدين احط عليهم معلقة صغيرة تانية من الثوم المفروم. ومعايا كمان نعناع متخرط. النعناع من الحاجات اللي بتدي للممبار نكهة مميزة جدا. معايا مكعب من المرقة، ودي كوباية الطماطم، صلصة الطماطم اللي احنا سبناها على جنب. هحطها على الخلطة وهقلب كويس قوي الخلطة دي مع بعض. بعدين معايا الرز بتاعي غسلاه ومصفياه، هحطه على الخلطة، واحط معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الكمون، واحط الفلفل بتاعي، الفلفل الاسمر على حسب بقى الكميه اللي انت عاملاها. هتحطي الفلفل الاسمر والملح، ولكن البهارات من كل حاجه معلقه صغيره علشان ما تمررش الخلطه معاكي. وهضيف كمان ربع كوبايه تانية من الزيت غير اللي في الخلطه. بعدين هنزل بالطماطم اللي انا مسبكاها شويه بشويه، وهبدا ان انا اقلب الخلطه دي كلها مع بعض كويس جدا بالشكل ده. بقت معايا بالشكل ده، شايفين لونها؟ وعايزه اقول لكم ريحتها يا جماعه خطيره. اعملي الخلطه بتاعه الممبار او المحشي بنفس الطريقه، نصها على النار مع التسبيكه ونصها على البارد، هتديكي في الاخر نتيجه روعه. معايا بقى هنا الممبار بتاعي مقطعاه كده قد الصبع اللي انا عاوزاه. هحشي كده، وبعدين هفرد الحشوة كويس قوي جوه الممبار علشان ما تبقاش مكلكعة وتفرقع منك في الشوربة. بعد كده لازم بعد ما تحشيه تبدأي ان انت تفرديه خالص كده، وما تزوديش الرز، يعني خلي كمية الرز مناسبة معاكي. ده الممبار الصوابع. بعدين معايا هنا الممبار مقطعاه بقى طويل، يعني شرايح طويلة خالص، عشان ده انا هعمل منه ممبار بوبس. فهحشي برضو كده بنفس الطريقة. وكل ما ابدأ ان انا احشي شوية، هبدأ ان انا افرد الخلطة في الممبار بالطول كده بالشكل ده. بعد ما حشيتها كلها، هبدأ ان انا اجيب برضو صينية او حاجة احطها فيها، وامسكها كده واحدة واحدة، وافرد الخلطة كلها جوه الممبار بتاعي. تاني لازم تكون الخلطة بتاعتك مفرودة كويس جوه الممبار علشان ما يفرقعش منك جوه الحلة. وكمان ما تزوديش كمية الرز، يعني اي حاجة زيادة هطلعها في الاخر كده معايا. بقى معايا بالشكل ده، شايفين الرز جواه مفروض، مش محشي زيادة عن اللزوم، يعني محشي بالمعقول. هبدأ بقى ان انا اربط الممبار بتاعي اللي انا هعمله بوبس. هخلي الحرف بتاعه كده يكون فاضي علشان اعرف ان انا اعمل له بداية بالخيط. تمام بالشكل ده. هو سهل جدا وبسيط، مفهوش اي حاجة، يعني في ناس كتير قوي بتستصعب الممبار البوبس، ولكن هو سهل وبسيط. وبعد كده بعد ما ربطت الحرف بتاعه، هبدأ ان انا افرد الخلطة كده بالشكل ده، وهعمل بقى البوبس بتاعي على قد ما انا عاوزاه. يعني هشوف بقى الكور اللي انا عاوزاها تكون صغيرة، وسط، كبيرة. فكل كورة كده ما بينها وما بين الكورة التانية هبدأ ان انا افرد طبقة الرز جوه الممبار، وبعد كده هربط بالشكل ده. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ سهل جدا. اهو بالشكل ده كده هتفردي الرز، وبعدين هتبدأي ان انت تربطي بالخيط بالشكل ده.
سهل وبسيط مفهوش اي حاجة. اهم حاجة تمشي على الخطوات زي ما احنا عملناها وتعملي الخلطة دي وجربيها على طريقتي، هتعجبك جدا. في الوقت ده بقى انا كنت سايبة حلة تغلي على النار. بعد ما المية غلت كويس قوي هبدأ ان انا انزل فيها الممبار. اهم حاجة المية دي تكون بتغلي كويس علشان لو باردة مش تقفل معايا الممبار على طول. شايفين شكله اول ما نزل في المية عمل الكور بتاعته وقفل المسام بتاعته على طول عشان المية كانت بتغلي. هنزل بقى بكل الكمية. انا حطيت حلة كبيرة على عين البوتاجاز تسخن تغلي يعني، علشان احط فيها كل الكمية، مش هقسمها على حلتين ولا حاجة. احط الممبار البوبس مع الممبار العادي الصوابع. هنزل بقى عليهم بفصين من الثوم متقطعين شرايح، ورقتين من اللورة، فصين من الحبهان، بصلايه متقطعة مكعبات. بعدين هنزل عليهم بملح وفلفل، وبعدين هديها تقليبة كده بالشكل ده. شايفين كل الممبار قفل على بعضه بالشكل ده اهو معايا. دي الصوابع، وده كمان الممبار البوبس. هغطي بقى الحلة بتاعتي وهخلي الغطا كده موارب، ما تقفليش الغطا بتاع الحلة على الممبار للآخر عشان برضو ما يفرقعش منك. سبته 10 دقايق على نار عالية. ده بعد 10 دقايق هنا بعدين ههدي عليه النار، يعني هخليها نار متوسطة، وهغطيه برضو غطا موارب كده لحد ما يكمل التسوية بتاعته على الآخر. شايفين شكله عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا، الخلطه ريحتها جباره بجد. ده هنا بعد ما استوى خالص، ما بياخدش وقت يعني. هطلعه بقى في مصفى. اهم حاجه تطلعيه في مصفى عشان لو في اي شوربه زياده تصفي منها الشوربه يعني، وما يعجنش منك. هنا بعد ما طلعته كله بالشكل ده انا بقى هقلي الممبار بتاعي في الاير فراير. لو عندك اير فراير افضل ان انت تقليه فيها علشان ما يشربش كمية زيت يعني كتير زيادة عن اللزوم. ولكن لو ما عندكيش طبعا هتقلي في الزيت ويكون زيت غزير على النار متوسطة. الممبار البوبس هحطه زي ما هو كده متربط، وبعد ما بقليه بفكه من بعضه بقى بخليه كور. هدي للممبار بتاعي بخة بسيطة كده من الزيت بمقدار معلقة كبيرة، وبعدين هدخله في الاير فراير على درجة حرارة 180. بياخد بالظبط من 4 ل5 دقايق وبيبقى باللون الذهبي اللي انتوا شايفينه بيه ده. بيبقى خفيف جدا، مبقاش شارب زيت، فما بتحسيش ان انتي كلتي حاجة تقيلة يعني. هقدم بقى الممبار بتاعي بالشكل ده. حطيت كده طبق ورشيت عليه شوية من الخضرة، وهرص الممبار بالشكل ده. عايزة اقول لكم طعمه حلو، سهل بسيط، عشان الناس بس اللي بتستصعبه. هو مفيهوش اي حاجة، امشي بس اعملي له خلطة طعمها حلو هتاكلي احلى ممبار في حياتك. هنا بقى كنت قصيت الممبار من بعضه وشلت الخيط اللي فيه، وبقى معايا بالشكل ده. هفتح لكم كده الممبار تشوفوا الرز من جوه. شايفين هنا الرز مستوي كويس قوي وفي نفس الوقت مفلفل عشان عملناه صح. والخلطة لونها حلو قوي علشان اديناها كمية الطماطم المظبوطة، ومعلقتين الصلصة كمان اللي احنا بنحطهم المعلبين بيعززوا اللون بتاع الطماطم، يعني صلصة الطماطم. وده الممبار البوبس معايا. وبس كده عملناه النهارده بطريقه سهله. يلا حضري بقى الممبار بتاعك علشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى تكون النهارده وصفتي عجبتكم، واستناكم في وصفات تانية كتير. وكنت معاكم نور من مطبخ نور ابو علي، وباي باي.